احنا وضعنا مش وحش قوي على فكرة، ولا هي باظت زي ما ناس كتيرة بتقول. هو وضع صعب جدا صحيح، ومحتاج تركيز عالي ولاعيبة جامدين قوي علشان نعرف نعدي منه، لكن مش مستحيل يعني. خليني كده اقول لك شوية حقائق عن الاقتصاد المصري علشان تبقى عارف احنا وضعنا الحقيقي شكله عامل ازاي. وبعد كده هقول لك ليه احنا محتاجين لعيبة جامدين ومركزين قوي ويلعبوا في انه مجال بالظبط. مصر تاني اكبر اقتصاد في افريقيا بعد جنوب افريقيا في 2024. والفرق حاجة بسيطة على فكرة، مصر الواجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا للسنة الثالثة على التوالي باعتراف اليونايتد نيشن. مصر استقبلت 15.7 مليون سايح في 2024، يعني تاني أكبر وجهة بعد المغرب في أفريقيا. مصر عملت نمو ملحوظ للاقتصاد بتاعها في الربع الثاني من سنة 2024 2025، 4.3% مقابل 2.3% السنة اللي قبلها. ولكن عندنا الكثير من الأزمات والوضع الجيوسياسي اللي حوالينا الصعب، بس وسط الأزمات دي في فرص عظيمة جدا لازم نقدر نستغلها. يعني مثلا ترامب بيفرض رسوم جمركية على دول كتير قوي في العالم، وده معناه ان المنتجات اللي هتدخل عنده هتبقى غالية جدا. دي فرصة لمصر، نقدر من دلوقتي نتواصل مع المصريين الأمريكيين اللي عايشين في أمريكا عشان نعرف منهم إيه المنتجات اللي الأمريكي بيحتاجها دايما، ونشوف منها بيجيلها منه قد إيه تصدير، ونشوف إحنا نقدر نصدر منهم قد إيه. ما هو الصين دلوقتي هتبقى عندها مشكلة كبيرة في الحاجات اللي هتوردها لها، باخد أنا حتة صغيرة من الحاجات دي. البورصة المصرية مثلا كسبانة 450 مليار جنيه السنة اللي فاتت، يعني ارتفاع 26% عن السنة اللي قبلها. أسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية وصلت ل 2.1 تريليون جنيه مقابل 1.7 تريليون جنيه السنة اللي قبلها. وده إيه؟ في وسط الأزمات اللي ضربت بورصات العالم كلها. يبقى احنا في الحالة دي محتاجين نعمل فرح ونحاول نجذب رؤوس أموال استثمارية جديدة للبورصة بتاعتنا، فالشركات بتاعتنا تبتدي حجمها يكبر، خصوصا بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية. مؤشر مدير المشتريات بتاعنا بيرتفع للشهر التاني على التوالي فوق ال50، وده معناه إن في طلب وإن ظروف السوق بتتحسن. بيانات التضخم في مصر انخفضت بشكل واضح جدا، وصلت ل 12.8% في الشهر اللي فات. طب ما هو في فرص قوية أهو، يعني الوضع جميل قوي والدنيا وردية ولا إيه؟ لا طبعا. وهنا بقى أنا بقول لك إحنا محتاجين شوية لعيبة جامدين ومركزين، علشان الدنيا مش هتفضل عامله كده على طول. الارقام اللي قلتها لك دي ببساطه ممكن جدا جدا تتغير بدايه من ابريل اللي هو من بكره، يعني بعد الاعلان عن رفع الدعم عن المحروقات. يعني بيانات التضخم احتمال ترجع ترتفع تاني، مدير المشتريات ممكن ينزل عن ال50، البورصه اكيد هتتاثر. ليه بقى هنا احنا محتاجين لعيبه مركزين؟ علشان يعكسوا حقيقه الوضع. احنا بنتحسن، لكن طريق التحسن ده مش سلالم طالعه لفوق، ده 3 4 خطوات لفوق وبعدهم خطوتين 3 لتحت، عشان كده التحسن بطيء. لو قدرنا نعكس الصورة دي بشكل احترافي وقوي للعالم، الناس هتبتدي تثق شوية في الوضع الاقتصادي بتاعنا، ويبقوا عارفين ان احنا بنحاول ان احنا نحسن الوضع بتاعنا. بس الموضوع بياخد وقت طويل، فلما هم يدخلوا يستثمروا في البورصة، يستثمروا في مصانع تقدر تصنع حاجات وتبعتها امريكا، وقتها انت وضعك الاقتصادي هيبتدي يتحسن بسرعة اكبر بكتير جدا من اللي بيحصل دلوقتي. يعني من الاخر اقتصاد مصر مليان فرص واعدة، ولكن اللي يقدر يترجم الكلام ده للعالم بشكل قوي